ديما نسمع على تجربة التعاضد والتعاضديات في تونس، تجربة اقتصادية مربوطة في مخاخنا بسنوات الستينات، ناس تشكر فيها وناس تذم، لكن تعرفوش شنية تفاصيل التجربة هذه وشنو هو السبب اللي خلاها ما تكملش في بلادنا، وهل فشلت ولا تم إفشالها؟ تجربة التعاضد هي تجربة اقتصادية تربطت بالوزير السابق المرحوم أحمد بن صالح، واللي كان يتبنى فكر اشتراكي وعنده خلفية نقابية، وكان زاد عضو في المجلس التأسيسي وبعدها عضو في مجلس الأمة ل3 دورات ومعاهم وزارة الصحة. أحمد بن صالح الشخصية القوية في الحزب الحر الدستوري اقترح في مؤتمر المصير متاع الحزب انه يصير التوجه للمنوال الاقتصادي الاشتراكي. اقتراح بن صالح لقى قبول كبير عند الزعيم الحبيب بورقيبة اللي لقى انه ما فماش خيار اخر عنده، خاصة وانه التجربة الليبرالية اللي دخل البلاد فيها بعد الاستقلال ما جابتش حتى نتيجة، وقرر زاده انه يعطي بن صالح وزارة المالية وزادوا وزارة التجارة والصناعة ومعاهم وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني وزادوا فوقهم وزارة التربية. الشيء اللي خلى رئيس الحكومة الفرنساوي إدغار فور يقول عليه اللي هو وزير كل شيء. الوزارات خلات أحمد بن صالح يبدأ ينفذ هالتجربة الاقتصادية متاعه بقوة من بداية الستينات. التعاضديات كما نعرفوا هو نوع من أنواع الاقتصاد التضامني اللي يتركز على إدارة مجموعة أشخاص مع بعضهم لها التعاضديات اللي يكونوا كلهم شركاء في الربح والخسارة فيها. التعاضديات لقات أرضية مستحقة لها، وهي الأراضي اللي خلاوها المستعمرين بعد الجلاء الزراعي عام 64، وخاصة أراضي الشمال اللي لقات الدولة الحل في التعاضديات باش تبدأ تخدمها ويبدأوا ينتجوا. الحاجة الأخرى اللي تخلي التعاضديات ضرورية هي المساحات الصغيرة اللي كانوا يملكوها معظم الفلاحين التوانسة واللي ما كانوش ينجموا يعملوا منها إنتاج كبير ولا يطوروها. جات التعاضديات وحدت هالفلاحين وخلاتهم يخدموا مع بعضهم في أراضي كبيرة ويعملوا إنتاج كبير وهكا الربح يكبر. التعاضديات الفلاحية بدأت تعطي في نتائج كبيرة في بعض المناطق، وبالرغم اللي كان فما معارضة لها في بعض الجهات. بورقيبة أعلن على تعميم التجربة هذه على كل القطاعات، مش كان على الأراضي الفلاحية. إعلان حتى صاحب الفكرة في حد ذاته ما كانش موافق عليه، واللي كان يشوف اللي التجربة تتنفذ بشوية بشوية وما تشمل كان القطاعات اللي هي في حاجة لها. تعميم التعاضد وفرضه بالقوة تسبب في تململ كبير عند الشعب وبرشا ناس خرجوا يحتجوا، لكن الشيء اللي فاجئ الناس الكل هو النهار اللي أعلن الزعيم بورقيبة على نهاية هالتجربة في سبتمبر 69. أسباب نهاية التجربة هذه متعددة ومختلفة، لكن أهمها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية زادة. السبب الأول هو إنها تفرضت بالقوة على قطاعات هي مش مستحقة لها، كيما زادة كان فما معارضة من الفلاحين الكبار واللي بعض رجال الأعمال اللي حسوا رواحهم باش يفقدوا مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية. السبب الثاني هو أعوام الجفاف اللي صاروا في البلاد عام 67 و 68 وزاد عليهم فيضان 69 اللي خلى التوانسة يعيشوا ظروف صعيبة وقاسية برشا. السبب الثالث واللي نجم نقولوا اللي هو أكثر سبب قضاء على هالتجربة هو صراعات الأجنحة متاع الحكم على منصب الرجل الثاني بعد بورقيبة. صراعات خلات أحمد بن صالح مستهدف، وكانت أحسن طريقة باش يطيحوه هو إنهاء تجربة التعاضد اللي كان يقودها. صحيح تجربة التعاضد وفات، لكن ما ننكروش اللي التجربة هذه كانت سبب في تأسيس مصانع وقطاعات إنتاجية كاملة في البلاد التو موجودة، كيما مصانع المعادن ومصنع السكر في باجة وغيرها. كيما نلقاو برشا تعاضديات متاع تجميع الحليب التو موجودة في بعض الجهات، لكن كان فما درس نجمو نستفادوا منه من هالتجربة هما زوز دروس. الدرس الأول هو إنه مستحيل الشعب يقبل بأنه تتفرض عليه تجربة اقتصادية هو مش مقتنع بها ولا مش محتاج لها. الدرس الثاني هو إنه كل ما كانت التجربة مربوطة بأشخاص كل ما التجربة تفشل وتمشي مع الأشخاص اللي جابوها. وانتوما شنو رايكم في تجربة التعاضد؟ وكان تعرفوا تجارب أخرى عاشتها تونس احكيوا لنا عليها في الكومنتات. وبالطبيعة كان عجبتك الحلقة ما تنساش باش تعمل جيم على الفيديو وتشجعنا وتتبعنا على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام والتيك توك. سلام.